أهلا بكم متابعينا الأعزاء. قبل الدخول في تفاصيل الفيديو والعنوان واضح في الأسفل، أريد أن أوضح نقطة فقط، أن هذا الفيديو ليس دفاع على أي أحد، لكن هذا الفيديو هو رد على الأكاذيب والتضليل ونشر الفتنة، لأن الكذب ليس من أخلاق الإسلام، ولا يجوز الكذب حتى على عدوك. ندخل في تفاصيل الفيديو باه ما نطولوش في مدة الفيديو. نستمع إلى أكاذيب هشام في العارضة، والذي يقول ويدعي غياب رئيس الاتحادية وليد صادي عن جنازة المرحوم ماسينيسا، وراح يعطي في تأويلات حول أسباب الغياب نستمع إلى الفيديو ثم نعلق ونرد بالدليل. راح نحاول نسرع الفيديو باش ما يكونش الفيديو طويل نوعا ما. نستمع. السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون قلناها حنا وراهم يزيدوا يقولوها في التعليقات، وراو زادوا طرحوها البارح السؤال في قناه خونا في زوين. السؤال المطروح اين وليد صادي؟ اختفى نهائيا. دوك ندخلوا في التفاصيل تاع التفاصيل. عندي احتمالين، يعني علاه حبيت ندير هذا الفيديو، حبيت نعطي الراي تاعي احتمالين في الموضوع هذايا. وتاني راح نتكلموا، يا اخي على بالكم الرابعه واسمهم ربي يرحمه، راه توفى البارح في الليل. ماسينيسا راه توفى البارح في الليل، يعني راهي ولات ربعه. ووليد صادف او الاتحاديه تاعنا نقول لك عندنا ماتش 5 جويليه، والناس راهي تموت، الناس مازال لان لحد الان مازالوا مصابين وراهم. ناصر ايوب بعد مكوثها مدرجات بعد ما راح نسرع الفيديو قليلا نسمع أسباب غياب وليد صادي على حسب هشام. حاولت الاتصال به، حاولت راهم يتعلموا هما. هذا باللي امي يموت وليدها عزيز عليها، هذا باللي تعطيه نهائيا. عندك واحد وليدو مريح في الدار يسمع اللي غاب. هي غياب كي نقول لك غياب يعني غياب خاوتي، يعني في وفاه كيما هذه وزير الرياضه وهو رئيس الاتحاد، يعني هو ديجا هو حصل روحه. اقسم بالله يا خوتي هو دار مشكل لروحه، وزير الرياضه ورئيس الاتحاديه. يعني اذا حاجه ما تخصوش منها تخصو من، اذا ما تخصوش منها يعني هاوليك هو وزير الرياضه، على الاقل وزير الرياضه يخرج فيديو كيما مدار يخرجوا لنا فيديوهات. هو مدار يخرج فيديوهات، يروحوا ليه الصحافه يسالوه هو ويتكلم صح ولا لا والو. والوزير نقول واسمه رئيس الجمهوريه تويتر الخاص تاعو دار تعزيه. نستنى تشوف وقف زيد مشي شنف شويه الفيفا والفاف والكاف يخرجوا يتصوروا ايادي خارجيه والناس والله تطاكي فينا وكذا ومنا. يا اخي تعرفوه التشاش كوادرت هكذا عنده ما عندوش مستوى، ما عنده حتى مستوى. الهضره ما يعرفش يهضر، العربيه ما يعرفش يهضرها، الجاهلي. الله تحت الحراسه ممكن جدا الله تحت الحراسه. اون سي جامي كاش كارثه يكون هو الضحيه الاول. بدت التأويلات الكاذبة. نسمع إلى التأويلات الكاذبة حول غياب وليد صادي. يعني صادي ممكن راهو ضحيه، صادي ممكن جدا، ما رانيش متاكد انه ممكن. قلت لكم يا راهو مخبي، لان يخاف هو في امور كيما هذه، يخاف شفاو ضرب نهار ما اخذ صادي بالماضي بتويتر 3 شهور ما بانش. الشعب يغلي هو 3 شهور ما بانش، يتخبى عنده غار، راني نقول سبيسيال، عنده واحد الغار سبيسيال ما يبان لا في الحومه لا في الشارع لا ما يبانش، يتغبر ديريكت، يتخبى، راني نقول لك يدخل للكهف ديريكت. فممكن هذه او انه السلطات الله تحت الحراسه، ممكن جدا الله تحت الحراسه، لان حتى انها السفريه تاعو في نفس اليوم اللي تلعب فيه الماتش تاع المولوديه، في نفس. نرد على أكاذيب مسيلمة الكذاب. أولا، وليد صادي
كان حاضر الجنازة، والصور هاي أمامكم توضح حضور والد صادي للجنازة، وراح نحط لكم رابط الفيديو في الوصف لحضور رئيس الاتحادية أسفل الفيديو. ثانيا، سبب الغياب هو أن رئيس الاتحادية كان متواجد في مؤتمر الفيفا في مدينة ميامي، وعقب رجوعه إلى أرض الوطن انتقل مباشرة إلى زيارة بعض المصابين في مستشفى مصطفى باشا، ثم انتقل إلى حضور الجنازة. خاوتي، هذا السيد إذا كان على حق، ونفرض أن رئيس الاتحادية والد صادي فاسد، فليأتي بدليل واحد، سواء سرقة، اختلاس، شراء ذمم، تقديم رشاوي، نهب المال العام، ولو دينار واحد. الحمد لله التقرير المالي والأدبي للاتحادية موجود، فليأتنا بدليل واحد. نقطة أخرى، هذا السيد إذا كان يدعي حقيقة أن هدفه إصلاح الرياضة الجزائرية، نتحدى في 10 سنوات ماذا قدم؟ اقتراح واحد لم يقدمه، فكرة واحدة لم يقدمها طيلة 10 سنوات. 10 سنوات من النباح والعواء والنهيق، أكرمكم الله. انتقد كامل الجزائريين، انتقد رئيس الاتحادية، انتقد المدرب المنتخب الوطني بيتكوفيتش، انتقد قناة الهداف، انتقد علي بن شيخ، انتقد محمد قاسي سعيد، انتقد محمد شيخي، انتقد حفيد دراجي، انتقد يزيد وهيب، انتقد رفيق وحيد، حسين جناد، انتقد رضا عباس. يعني لم يسلم أي شخص من انتقاده. نقطة أخرى، أمس كان في اجتماع للمكتب الفيدرالي بمقر الفاف، وبعد انتهاء الاجتماع خرجت بعض القرارات، من بينها تقليص قدرة استيعاب الملاعب إلى أقل من 25% من النسب المعتادة. الفاف تمديد منع تنقل الأنصار إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب من الموسم المقبل. كذلك الفاف قررت أنه سيتم متابعة تهيئة الملاعب وتأهيلها لاحتضان المباريات. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم.